والله الحمد. سجن صيدنايا العسكري. الله اكبر والله الحمد. الله اكبر والله الحمد. الله اكبر والله الحمد. الله اكبر والله الحمد. من داخل جسر صيدنايا. الله اكبر والله الحمد. الله. هون الكاميرات. تعالوا شوفوا الكاميرات. الله اكبر والله الحمد. الله اكبر والله. شحن المعتقلين. شحن الكاميرات. الله اكبر الله اكبر داخل السجن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ما بريد لسه ما برد البريق. يلا طولوا معكم يا شباب. الله اكبر العزة لله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وين تحت السجن؟ تحت في سجن. الله اكبر الله اكبر داخل سجن صيدنايا. الله اكبر الله اكبر. كله طلعت مساجين. ما في مشكلة لا تنسى. ما في مشكلة. ما في هون الكاميرات. تعالوا شوفوا الكاميرات. الله اكبر والله الحمد. هنا سجن صيدنايا، غصة النصر والتحرير لطيف واسع من السوريين، من ذوي المعتقلين المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد. أخذوه عن الحاجز من 2013. ذوي المعتقلين الذين أمضوا العام الماضي في محاولات حثيثة للعثور على خيط يقودهم إلى معرفة مصير أحبتهم، عاشوا في أجواء لا يمكن وصفها إلا بأنها مشبعة بالفوضى والإهمال والتعامل غير المسؤول مع وثائق السجون والمعتقلات، لا سيما في الأيام والأسابيع الأولى التي تلت سقوط نظام الأسد. أدلة ووثائق حرقت وأخرى تلفت ومسارح جريمة انتهكت بكل الطرق، لكن ما هو مؤكد لدى السوريين أن جهازي حاسوب وذواكر تخزين كاميرات سجن صيدنايا كانت موجودة داخل السجن في ليلة التحرير. في 19 من كانون الأول عام 2024 أصدرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا تقريراً تحدثت فيه عن قيام عصابة مرتبطة بالنظام المخلوع بسرقة أجهزة الكمبيوتر من غرفة المراقبة وعدد من الملفات من القلم الأمني داخل السجن. واستطاعت الرابطة من خلال شهود تحديد اسم شخصين من العصابة. ويقول التقرير إن فريق الرابطة تواصل مع الجهات العسكرية التي كانت تشرف على السجن وقدم لها المعلومات التي توصل إليها، لكن منذ ذلك الحين لم يسمع السوريون شيئاً عن مصير الأجهزة المسروقة. وزارة الداخلية السورية كانت قد أعلنت اعتقال أشهر جلادي صيدنايا المعروف بلقب عزرائيل صيدنايا، كما أعلنت اعتقال سجان شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة، لكنها لم تفصح عن أي معلومة تتعلق بالمسروقات. عودة الحديث عن وثائق السجون ومعتقلات نظام الأسد المخلوع تتزامن مع تسريب عشرات التسجيلات من كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، تسريب جاء بعد أشهر قليلة على دعوات أطلقتها وزارة العدل السورية طالبت فيها المحتفظين بوثائق من السجون ومؤسسات الدولة بضرورة تسليمها، ملوحة بتنفيذ عقوبات بحق من يشارك هذه الوثائق مع طرف ثالث أو من يستغلها لتحقيق أهداف شخصية.
وبين المقابر الجماعية التي عبث بها نظام الأسد المخلوع ووثائق السجون والمعتقلات التي طالتها يد الإهمال والتخريب والإخفاء والتسريبات الأخيرة من صيدنايا، يتأرجح أمل ذوي المفقودين في معرفة الأرض التي احتضنت أجساد أحبتهم، لا لشيء سوى رفضهم القاطع لأن تعامل الضحايا كأرقام اختفت وحسب. ابني وين؟ والله راح أجن عليه.